يورقي هذا له كتاب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. يحدث عن نفسه في مقدمة هذا الكتاب، والكتاب قديم، يعني نتكلم عن سنة 900 هجري، يعني قبل أكثر من 500 سنة تقريبا. عبد الله الميورقي هذا يذكر عن نفسه أنه ولد في مايوركا في أسبانيا، ولد هناك من أبوين نصرانيين متدينين. يقول ومنذ نعومة أظفاره، أظن في السنة السادسة من عمره، أخذ إلى الدير هناك يتربى في الدير. يقول فما كنت أخرج من الدير، وكان وقت العطل أهلي يزوروني أمي وأبي، أما أنا فما خرجت أبدا من الدير. فلما بلغ يعني 12 من عمره بدأ يعني يحفظ ويدرس وكذا، حتى بلغ 16 من عمره زارهم في ديرهم كبير قساوسة أسبانيا، وأسبانيا في ذلك الوقت كانت تقريبا ترأس أوروبا، وهذا كبير قساوسة أسبانيا تقريبا هو كبير قساوسة أوروبا، وبالتالي كبير قساوسة الغرب. فأعجب به لفطنته وحفظه وذكائه وما شابه ذلك من الأمور، فاستخلصه لنفسه، فقال هذا أريده معي، فأخذه. يقول فكنت معه كظله ل10 سنين، يعني إذا بلغ 26 من عمره. يقول وكنت أحضر معه المناسبات وغير ذلك من الأمور. وكان هذا الرجل يعني كبير قساوسة أوروبا في ذلك، وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تعزل الحكام وتضع الحكام، يعني لها سلطة قوية جدا. يقول كان هو يحدد الموعد للملوك، متى أجلس معك؟ يقول للملك، أي ملك في أوروبا هو يحدد له متى يجلس معه. يقول وكانت عندي جميع خصوصياتي إلا غرفة واحدة لم يعطيني مفتاحها، وهي التي يكون فيها الهدايا التي يأخذها من الملوك كانت عنده، وإلا كل شيء عندي. يقول كنت أنا آخر من يراه قبل أن ينام، وأول من يراه بعد أن يستيقظ. كنت كظلي، السكرتير الخاص كما يقولون. إلى أن يقول كان في كل سنة يجتمع القساوسة في أوروبا يناقشون شؤون الدعوة ومشاكل الدعوة وكذا، ويطرحون الإشكالات والمسائل وتناقش، ثم يخرجون برأي. وكان هذا يحضر وهو الذي يفصل في المسائل. حتى جاء يوم في لقاء من هذه اللقاءات كان مريضا، فقال لي احضر عني، أنا لا أستطيع أن أحضر، فحضرت وكنت أحضر معه، لكن هالمرة حضرت عنه. يقول فطرحت مسائل، فكان من ضمن المسائل التي طرحت كلمة بارقليط، كتبت من كلمة البارقليط. فقالوا ما معنى البارقليط، أو من هو البارقليط؟ شخص اسمه البارقليط يأتي ويصلح البارقليط. فطرح هذا الموضوع بين القساوسة، فقال بعضهم رأيا، المهم اختلفوا ولم يصلوا إلى نتيجة من هو البارقليط. فعندما انتهى النقاش أو اللقاء رجعت إلى كبير القساوسة هذا، فقال كيف كان لقاؤكم اليوم؟ قلت اليوم بالذات كنا نتمنى أن تكون موجودا. قال لي ما؟ قال اختلفنا، ولو كنت موجود لحسنت. قال اختلفتم في ماذا؟ قال اختلفنا في قول أحد الأنبياء إنه يأتي بعد البارقليط. قال فلان ماذا قال؟ قال فلان قال يحيى. قال لا غير صحيح. قال فلان ماذا قال؟ قال فلان قال زكريا. قال غير صحيح. قال فلان ماذا قال؟ قال كذا. فلان ماذا قال؟ لم يتكلم. المهم قال صحيح لو كنت عندكم لحسمتها. قال إذا أنت تعرف من هو البارقليط؟ قال أكيد. قال من هو البارقليط؟ قال لا لن أقول لك. قال لماذا؟ قال إذا بلغت ما بلغته أنا من العلم ستعرف أنت من هو البارقليط. قلت له فالآن علمني الآن. قال لا، حتى تكبر وتعرفها بنفسك. فقلت له يعني أنا خدمتك 10 سنين وما أذكر أني سألتك شيئا، أسألك هذه أن تخبرني من هو البارقليط. قال لا تنفعك. يقول فبكيت وقبلت قدميه وقلت له أقسم عليك بالمسيح، هم نصارى، قلت له أقسم عليك بالمسيح إلا تخبرني. قال يا بني تعرف كم أحبك ولكنها لا تنفعك بل تضرك. قلت وإن؟ فأخبرني من. فقال لي هو محمد. قلت نبي العرب؟ قال نعم.
قلت إذن هو نبي؟ قال نعم. قلت له ولماذا لا تتبعه؟ قال لا أستطيع. قلت لماذا؟ قال أنت ترى ما أعيش فيه أنا من الأبهة والحياة الباذخة وكذا، لو صرت مسلما ماذا يقولون؟ لو جئتم وقلت لهم إني أسلمت يقولون لي نفعت نفسك، ولعلي أنام في المسجد بعشاء ويمكن بدون عشاء، لا يعرفون قدري. قلت ولكنه الحق الذي كنت دائما تأمرنا أن نتبعه وكذا وكذا. قال صحيح ولكني لا أستطيع. لا تنسى كلمة المسيح حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنا أحب الدنيا لا أستطيع. قلت له فما تأمرني إذن؟ قال اتبعه، ولكن ليس في هذه البلاد فإن الناس لا يطيعونك، ارحل إلى تونس وهناك أصدقاء لنا ولعلك ترتب معهم، ولكن اسمع. قال نعم. قال هذا الحديث الذي دار بيني وبينك لا يخرج، لا تقله لأحد، وإن قلته سأكذبك وأنا مصدق وأنت مكذب، فلا ينفعك ذلك شيئا، وإن شئت فحدث به بعد موتي، ولكن في حياتي لا تحدث به. فالمهم خرج هذا الغلام، ما هو غلام، كم عمره الحين؟ 26 يصير غلام. كم عمرك عبد العزيز؟ 24. غلام؟ طيب إذا ليس غلاما. فالمهم خرج إلى تونس هناك، وذهب إلى بعض النصارى الذين يعني أرشده إليهم، ولم يقل لهم أنه يريد أن يسلم، ولكن قال لهم دلوني على، وهو معروف عندهم، قال دلوني على بعض العلماء الإسلام أريد أن أناقشهم، ففرحوا بذلك لأنه فاطن ذكي عالم، فأرشدوه إلى بعض علماء الإسلام، فالتقى بهم هناك في تونس وقال أريد أن أسلم، مو جاي أناقش، أنا أريد أن أسلم. فالمهم أسلم الرجل ودخل في دين الله تبارك وتعالى. كلمة البارقليط هذه ذكرها الدكتور أو الشيخ، أظن دكتور هو عبد الوهاب النجار، أحد علماء الأزهر رحمه الله، توفي من زمان، له كتاب اسمه قصص الأنبياء. في هذا الكتاب ذكر أنه التقى بأستاذ اللغة اليونانية القديمة القس فلان كارلو نيلنو، اسم القس كارلو نيلنو، هو قس وأستاذ اللغة اليونانية القديمة، لأن يقولون الإنجيل كتب باللغة اليونانية القديمة أو الأرامية، على كل حال المهم يعرف اللغة اليونانية القديمة التي خط بها الإنجيل. يقول فذهبت إليه فقلت له أستاذ كارلو نيلنو، ما معنى كلمة باركليتوس في اللغة اليونانية القديمة، بحكم أنك أستاذ اللغة اليونانية القديمة، ما معنى كلمة باركليتوس؟ يقول لي أو قال لي إن القساوسة يقولون باركليتوس هي معناها المعزي، وفعلا الإنجيل المطبوع يأتي بعد المعزي، ما يكتبون المعزي. قال القساوسة عندنا يقولون هو المعزي. يقول فقلت له أنا لا أسأل كارلو نيلنو القس، أنا ما لي شغل شو يقولون القساوسة، أعطني إياها لغويا حرفيا، أعطني معنى باركليتوس حرفيا باللغة اليونانية القديمة. فقال لي باركليتوس في اللغة اليونانية القديمة معناها كثير الحمد، كثير الحمد. فقلت له هل تصدق على محمد كثير الحمد محمد؟ يقول فنظر إلي وقال أنت كثير الأسئلة. يقول ثم تركني وانصرف. فهذه قصة عبد الله الميورقي. وبعد أن أسلم دخل في دين الله تبارك وتعالى، ألف كتابا اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، والكتاب مطبوع وعبارة عن رسالة ماجستير. وذكر في بداية الكتاب قصة انتقاله من النصرانية إلى الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، سمى نفسه محمد الميورقي أبو عبد الله. نعم.